تخيل معي هذا المشهد. برشلونة خاسر 2-0. الجميع يقول انتهى الأمر. الصحافة تتكلم عن خروج مبكر، والجماهير خائفة من تكرار خيبات أوروبا. لكن فجأة يخرج شاب عمره 16 سنة ويقول بثقة: الريمونتادا ممكنة. أنا أتحدث عن لامين يامال، وعن ليلة قد تغير مستقبله بالكامل. القصة بدأت من الصدمة، خسارة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد بنتيجة 2-0. كانت ضربة قوية جدا، والأصعب أنها جاءت في دوري أبطال أوروبا وفي ملعب كامب نو. يعني الهزيمة كانت في المكان الذي تعود فيه برشلونة على كتابة التاريخ. بعد المباراة الإحساس كان واضح. هل انتهى الحلم؟ لكن داخل غرفة الملابس يبدو أن القصة كانت مختلفة. تصريحات يامال لم تكن عادية. يامال لم يقل سنحاول، لم يقل المباراة صعبة. قال شيء أبسط وأخطر: نحن نؤمن أننا سنعود. لاحظ الفرق، ليس أمل بل إيمان. وهذا النوع من الكلام يغير عقلية الفريق بالكامل. أهم جملة قالها قال: لا نعتبر العودة معجزة. وهذه جملة ذكية جدا، لأن أول خطوة للفوز هي ألا ترى الفوز مستحيلا. برشلونة لا يريد مباراة مجنونة، لا يريد اندفاعا بدون تفكير، يريد فقط أن يلعب بطريقته. وهنا تكمن الفكرة: كيف يمكن أن تحدث الريمونتادا فعلا؟ خلينا نتكلم بصراحة. أتلتيكو فريق مدربه دييغو سيميوني يعشق الدفاع ويعيش على قتل المباريات. أسوأ شيء يمكن أن يحدث لبرشلونة هو مرور الوقت بدون هدف. لهذا المباراة تحتاج شيء واحد: هدف مبكر، هدف واحد فقط يغير كل شيء. الجماهير تشتعل، أتلتيكو يتوتر، المباراة تفتح، وهنا تبدأ الفوضى الجميلة التي يحبها برشلونة. هل أصبح يامال قائد الفريق؟ الصحافة بدأت تتعامل معه كأنه القائد، وسئل مباشرة: هل ستقود الفريق؟ رده كان جميلا جدا: لدينا لاعبون كبار، لكن إذا احتاج الفريق أنا جاهز. هذا الرد يقول الكثير. هو لا يبحث عن الأضواء، لكنه لا يخاف منها. وهذه عقلية النجوم. لقطة ليبرون جيمس قبل المباراة. نشر صورة ليبرون جيمس. لماذا ليبرون؟ لأن ليبرون ملك العودات المستحيلة. يامال يريد أن يعيش نفس الشعور، لكن في كرة القدم هذه ليست صدفة. هذا إعداد نفسي لمباراة العمر، رسالة للجماهير. أجمل شيء قاله يامال: إذا خرجنا سنخرج ونحن نقاتل حتى النهاية. الجماهير لا تطلب الفوز دائما، لكنها تطلب القتال. وفي ليالي أوروبا الجمهور يصنع المعجزات. تذكر ليلة آنفيلد عندما قلب ليفربول النتيجة على برشلونة. كرة القدم تعشق القصص المتكررة. مباريات الكبار، هنا يولد النجوم. يامال قال جملة عظيمة: هذه المباريات تظهر اللاعبين الحقيقيين. هكذا بدأ ليونيل ميسي. مباراة كبيرة، لحظة كبيرة، ثم أسطورة. هل تكون هذه ليلة يامال؟ أحلام أكبر من المباراة. يامال لا يفكر فقط في التأهل، يحلم الفوز بدوري الأبطال، الفوز بكأس العالم مع منتخب إسبانيا. هذه ليست أحلام طفل، هذه أحلام لاعب يرى مستقبله بوضوح. قدوته نيمار. قدوته هو نيمار جونيور، وقال عنه: اللاعب الذي تدفع ثمن التذكرة لمشاهدته. وهذا يشرح نوع اللاعب الذي يريد أن يصبحه. لاعب ممتع، جريء، يصنع الفارق. برشلونة يحتاج ليلة مثالية. أتلتيكو يحتاج مباراة واحدة ذكية. لكن كرة القدم لا تلعب بالعقل فقط، تلعب بالقلب. والسؤال الآن: هل سنشهد ولادة نجم جديد في دوري الأبطال؟ أم ينتهي الحلم هنا؟ سنكتشف ذلك قريباً.